السلام عليكم. تعالوا نعرفوا منو هو سولجا. سولجا هو فنان وكاتب أغاني سوداني. اسمه الأصلي أسامة أشرف أبو زيد من ضنقلة، والنشأة كانت في السعودية. فلما حصل عمره 20 سنة فات ماليزيا للزوم الدراسة، ولما جا راجع للسودان عشان يبقى سولجا جا راجع طلع أول أغنية كانت بعنوان برنجي. برنجي كانت أغنية عاملة ضجة في السودان وفي الإعلام السوداني. الأغنية دي نزلت خلال يومين، جه نازل السودان وعمل حفلة بعدها ب3 يوم بعد تنزيل الأغنية. عمل حفلة في في السودان. الحفلة كانت درعة يا جماعة، وهو زاده بحكي لحظة إنه هو كان مبسوط كيف. كده نشوفه ونقرأ يعني كده بالنجاح، وكنت مبسوط فيها جدا، اللي هي حفلة السودان الأخيرة. كان في أغنية نازلة لها تقريبا يومين حاجة زي دي، فلقيت الناس حافظينها، فطلعت اتشعلقت فوق. فهمت؟ شفتني انت كنت متشعلق فوق، يعني ما بغني، كنت عادي ممكن اجي واقع اكسر رقبتي، لكن كنت مبسوط. تعالوا نشوفوا من وين جاي اسم سولجا. هو فنان امريكي اسمه ابوي من امريكا، ولد عام 1990. فنان يعني مشهور قديم امريكي اسمه سولجا. فاحتمال الاسم ده جا من سولجا لسولجا ده لسولجا بتاعنا بتاع السودان، فطلع لنا النسخة بتاع السولجا دي. سولجا الناس كلها بتعرفه. طلع اي بي مع منتياغو، والبروديوسر الشهير بتاعه 77. كلكم طبعا بتعرفوا 77 مع زياد زازا. طلعوا اي بي كده بتاع 3 أغنية، يعني عمل ضجة في الشهور اللي فاتت دي. فعنده أغنية أخيرة بتاعت يعني أرجين ده المعبر بين السودان ومصر. الأغنية دي هسه عاملة ترند في السعودية وفي السودان. لو جينا شفنا الأكاونت بتاع سولجا في التيك توك، حسابه في التيك توك، بنشوف إنه سولجا عامل فولو ل3 أنفار، عامل ل77 ومنتياغو وياد زازا. يعني ال3 ديل يعني قاعد يشارك معاهم أعماله في الأيامات اللي فاتت دي. فطبعا في ديس نزل عليه وكده، يعني ما أعرف إن الرد حيكون بعد رمضان ولا في رمضان ولا 200، ما معروف ذلك. إنه بس نترخى الجديد. يا شباب اعملوا لايك وشير عشان نجيب لكم مشكلة سولجا وحليم الحلقة الجاية. تمام، هسه ده عرفتكم عن سولجا بس.